شو يعني صلاة تراويح؟ هذا ما اسمه درس تفسير، إنما هي إضاءات تربوية، إضاءات إيمانية. كل عام وانتم بخير. الله يقويك ويبارك فيك حبيبي. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. احنا هسه طبعا أذان العشاء، هسه طبعا الناس بعد الفطور بتيجي على المسجد، نصلي طبعا ركعتين. عندنا راح تكون صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء إن شاء الله بنبلش صلاة التراويح اللي هي الصلاة الخاصة بشهر رمضان إن شاء الله. التراويح فيها من معنى الاستراحة، لأنه كانوا يطيلوا شهر القرآن فكانوا يكثروا من قراءة القرآن. صلاة التحلاء كل عام وانتم بخير. نفسي بتقواها رمضان حبيبي قد عاد وحنين. رمضان كريم، شهر مبارك علينا وعليكم جميعا، كل عام وانتم بألف خير. احنا من هون من جامع الأبرار في بير الأمير في مدينة الناصرة، اجينا نرافق الشيخ أمين، هو نفسه إمام الجامع هون، ونسأله شو يعني صلاة تراويح. صلاة التراويح يعني هي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. التراويح فيها من معنى الاستراحة، لأنه كانوا يطيلوا شهر القرآن فكانوا يكثروا من قراءة القرآن ويعملوا هاي الاستراحات بين كل ركعتين، يصلوا ركعتين استراحة ركعتين استراحة. فهي صلاة سنة مؤكدة في شهر رمضان المبارك. وطبعا لها رسالتها الاجتماعية، يعني في صلاة التراويح مش بس هو شهر العبادة وبس شهر القرآن، هو شهر المحبة، شهر تقارب الناس البعض البعض. الناس أهل الحي بتجتمع تقريبا، أنت بتحكي ليلة لمدة شهر كامل، بيجتمعوا ليلة بيصلوا مع بعض، بيدعوا مع بعض، هاي بتقرب القلوب. راح تلاحظ في صلاة التراويح في أجواء حلوة، بتلاقي كل مرة واحد اللي جايب حلو، اللي جايب بارد، اللي جايب عصير، اللي بيسلم على هذا، اللي زمان مش شايف صاحبه، اللي زمان مش شايف جاره، مشاغل الدنيا ومتطلباتها. بتلاقي بصلاة التراويح أولاد الصغار بيجوا بيلعبوا، وكثير احنا بنحاول نأكد وكمان ببعثها رسالة الأولاد الصغار، يعني خليني يعملوا ضجة، حتى لو عملوا ضجة، حتى لو طجوا طابة برا، في أجواء، في احتفالية معينة، في فرحة، في سعادة. رمضان أوله عيد ونصه عيد وآخره عيد وكله عيد، فبتلاقي هاي الأجواء الحلوة يعني في شهر رمضان. سلام على التحلاء كل عام وانتم بخير. السلام بسم الله. جايبها عشان اجيت اول مره محضرنا برنامج التراويح كمان، هيك حلو نحكي قضيه برنامج التراويح. طبعا الناس بتيجي بعد صلاه العشاء بيصلوا صلاه العشاء، في قلنا الصلوات، قراءه القران، بيكون في درس كمان عشان نقرب من القران خطوه، لانه في شوي هيك بعد شوي، فبنقرب من القران خطوه عن طريق الدرس في القران ومعاني القران بنقربه للناس. بيكون في الدعاء طبعا في آيات الصيام. ربنا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكمان سنة مؤكدة ومهمة كثير قضية الدعاء، وكثير حلو أنه الكل مع بعض آمين، الكل مع بعض يا رب ارحمنا آمين، يا رب وفق الناس آمين، يا رب ارزق الناس آمين، يا رب احفظ المسجد الأقصى آمين. هاي القلوب الحلوة كلها مع بعض، هاي كمان رسالة حلوة كثير في رمضان. ولا أسيرا إلا فككت أسرا، ولا مسافرا إلا بالسلامة لأهله رددت. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى وبيت المقدس وأهل البيت المقدس وأكناف البيت المقدس. اللهم من آذاهم فآذي ومن عاداهم فعادي. اللهم الصلاة هي من كلمة الصلة، وصحيح أنه أصل الصلاة هي صلة وعلاقة مع الله، بس إذا أنا ارتبطت مع الله وأنت ارتبطت مع الله وابني ارتبط مع الله وجاري ارتبط مع الله، فكلاتنا ارتبطنا مع بعض، كلاتنا من هي ارتبطنا مع بعض. فوجود الجيل الصغير مهم جدا جدا. الجيل الصغير مهم يجي ويعرف مين صاحب أبوه ومين ابن عم أبوه ومين جاره ومين ابن صف أبوه ومين سيده ومين صاحب سيده، وهذا فلان وهذا هذا سيد ابن صفي وهذا سيد. الصلاة في المسجد بتجمع من كل المحلات، بتقرب الناس لبعض، وبتعطي هاي الرسالة الاجتماعية، الرسالة الروحانية اللي تألف بين قلوب الناس. وبأكد ملان خير موجود في مجتمعنا، ومثل هاي المواقف هي
بتأكد على هاي الرسائل التربوية الحلوة. هي خلينا نقول تكامل الأجيال، تتابع أجيال، محبة أجيال. بكفي نضل نقول في تقاطع بين الأجيال، لا في تكامل حلو بين الأجيال، والصلاة بتعطي هاي الروحانية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. الصلوات طبعا احنا بنحكي برمضان وخارج رمضان، احنا بنحكي على 5 صلوات في 5 أوقات للمسلمين: فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. في رمضان في سنة زيادة، هاي خاصة في شهر رمضان، تسمى صلاة التراويح. هاي بيكون عادة بعد صلاة العشاء. يعني أول شيء بنيجي احنا بنصلي العشاء وسنة العشاء، بعدين بنبلش بإشي اسمه صلاة التراويح. شهر رمضان يعني قد ما بدنا نحكي نور على نور، وجمال على جمال، وبركة على بركة، وروحانيات على روحانيات. وكانوا يقولوا يعني أول عيد وآخر عيد، ويا ريت السنة يا ريت السنة كلها رمضان. وبعض الصالحين كان يقول يعني من جعل حياته رمضان كان مماته عيد، فيلقى الله بعيد ويختم حياته بعيد ويختم بلقاء الأنبياء والصالحين. فرمضان يعني ما في كلمات تحضه، رائع جدا جدا. وصدقا يا ريت السنة كلها رمضان. طوبى للعبد إذا